النيران الآن لا زالت مشتعلة في سهل مارون الراس، وهذه النيران باتت تحاصر، أو هذه الألسنة الدخان المتصاعدة. يعني إذا رأيت المشهد في المستعمرة التي نقف الآن في أمامها، الدخان بات يحاصرها سهيل من الجهتين. نعم. والعدو لا زال يقصف هذا السهل. عدسة الزميل خضر مركيز توثق الاعتداءات الإسرائيلية على الخط الأزرق داخل منطقة 1701. هذه المنطقة التي من المفترض أن تكون محمية دوليا. لم نلحظ إلى الآن وجود أي آلية لليونيفيل أو أي دورية لقوات اليونيفيل. أيضا سهيل، يعني الآن نحن نرى في الصورة مكانا استهدف. النيران لازالت مندلعة. سهيل، لابد من الإشارة أن العدو يعني عبر مكبرات الصوت نسمع أصوات مكبرات صوت من مستعمرتي صلحة وزرعي وأفيفيم. لسنا يعني لم نعرف ماهية هذه النداءات التي يطلقها العدو الآن عبر مكبرات الصوت في المستعمرات المقابلة لبلدة مارون الراس. اختفت الطائرات المروحية تماما من الأجواء سهيل. الطائرات الحربية اختفت تماما. أيضا يعني انكفأت طائرات الاستطلاع منذ بعض الوقت من أجواء هذه المنطقة، واختفت الحركة داخل هذه المستعمرات بشكل كامل سهيل. كنا نرى في الرسالة عند الساعة 3:30، وقبل دقائق من تنفيذ العملية كنا نرى بعض الآليات الإسرائيلية المدنية تعبر على الطرقات داخل المستوطنات. الآن حال من الشلل التام. لا زالت تسيطر على المستعمرات الإسرائيلية. لا عسكر في محيط المستعمرات ولا مستوطنين، والنيران لا زالت مندلعة كما ترى سهيل ويرى المشاهدين في عمق الصورة. هذه النقطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة اندلعت النيران فيها فور بوصيلنا. كانت مندلعة، يعني ما يعني أن هذا المكان قد يكون هو المكان الذي استهدفته المقاومة الإسلامية في إحدى ضرباتها. وهناك مكان آخر إلى الشرق من المكان الأول يبدو وكأنه وادي أو كتف جبل كانت النيران تندلع فيه، وكانت ألسنة الدخان ترتفع منه بشكل كثيف جدا. كما ترى في المشهد سهيل. العدو لازال يقصف بقذائف فوسفورية حارقة محيط بلدة مارون الراس، والنيران لازالت مندلعة هناك. إذا مشاهدينا، المقاومة الإسلامية نفذت وعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالرد على العدوانين الإسرائيليين الأخيرين اللذين استهدفا سوريا ولبنان، ونفذت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ظاهر عملية انتهت بتدمير آلية عسكرية عند الطريق ثكنة أفيفيم، ما أدى إلى قتل وجرح من فيها. الحذر والقلق والتوتر هو الذي يسود ساحة المواجهة إذا صح التعبير الآن والمنقولة إليكم، حيث يعمد العدو عاكسا هذا التوتر والقلق إلى قصف يعني عشوائي يضرب فيه تلك السهول الممتدة من مارون إلى يارون، متسببا باندلاع. הכל מדובר בכמה שריפות נקודתיות לא גדולות. ואיתנו עמית סופר, ראש המועצה מרום גליל. שלום לך, אתה איתנו? שלום וברכה, כן, לך ולמאזינים. איפה אנחנו תופסים אותך ברגע זה? אני חזרתי כעת מזירת האירוע. כמו שאתם יודעים, קיבלנו לפני כ-40 דקות דיווח על ירי לעבר יותר מרחב הצבאי, לעבר כוח צבאי. קיבלנו הנחיות מהצבא, וכמובן התחלנו לפעול על פי ההנחיות, והם הותקנו, וההנחיות כפי שאני גם שמעתי שהעליתם בתקשורת היא כרגע